السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني يا حبايبي، وحشتوني. بس اعذروني بقى، الفلوس مخسعة معايا، فمش عارفة اعمل اكل ولا اعمل حاجة. انا عملت امبارح شوية فاصوليا كده، انا جاية ان شاء الله النهاردة ارغي معاكم كده شوية، ارغي مع اولادي حبايبي. عملت شوية فاصوليا وشوية رز كده فاضيين، فمرضتش اصورهم. النهارده يا حبيبي قمت من النوم حبايبي. هنصلي كده مع بعض، نسمي ونصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله يا حبايبي النهارده رايحه عند ابني، هو كان شغال شغلانه كده ارزاقي، وبعدين ربنا كرمه واشتغل في شركه. الحمد لله، بحمد ربنا واشكر فضله، عشان انا كنت متضايقه جدا ان هو شغال ارزاقي، ولما اشتغل في شركه فرحت جدا. الحمد لله يا رب. معاه عيلين والدنيا صعبه جدا خالص معاه. فكان طبعا الارزاق انتوا عارفين انه رزق كل يوم. دلوقتي بقى شغل طبعا هيقبض بالشهر. فكلمني امبارح بيقول لي والله يا ماما انا قعدت العيال من المدرسه. بقول له ليه؟ قال لي بياخدوا 60 جنيه كل يوم، مواصلات رايح جاي واكل، غير مصاريف البيت. فانا مش عارف اعمل ايه. طيب ما كنتش عامل حسابي قبل ما امسك الشغلانه دي واشيل لي قرشين اصرف منهم. فاللي فكرت فيه النهارده ايه؟ والله العظيم كان معايا يعني مبلغ على القد، فقلت انا هقسمه انا وهو، لان هو صراحه لما بيبقى معاه ما بيبخلش عليا. ربنا يرزقه برزق ولاده هو واللي زيه. وانا طبعا انتوا عارفين ان انا على معاش وعلى قدي، والله العظيم ربنا وحده اللي يعني. ولما بروح عند والدي والله انا اللي بصرف، يعني انا اللي بجيب الاكل وبصرف مواصلات رايح جاي كده يعني. فقلت اما اساعده، هي حاجة بسيطة طبعا. مش من بعد خيره، هو من بعد خيره يا ربي. غلطت في الكلمة، هو من بعد خيره، لانه هو ما بيسيبنيش لوحدي. ولما بيبقى معايا يعني ما بيبقى ربنا رزقه بيراضيني. هم كلهم ولادي الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب بيرضوني. احمد ربنا واشكر فضله، وربنا يهديهم لي يا رب. ان شاء الله النهارده قمت من النوم، رحت الفرن، جبت عيش، جبت له عيش اهو، وجبت له رز، جبت له شعريه، جبت له مكرونه، وجبت لهم ازازه زيت. حلوين شويه الحاجات دول، حلوين على قدي. ويمكن وانا ماشيه له كده من عند المترو كده، من عند البياعين، لو لقيت بطاطس اخد له 2 كيلو ولا 3 كيلو، لو لقيتها رخيصه يعني شويه اخد له 2 ولا 3 كيلو، حاجه على القد. ويا رب ربنا يملاهم له بركه. ان النهارده ما لقيتش حاجه يعني احملها معاكم، فقلت اما اوريكم الحاجه دي. وطبعا باباهم متوفي، واللي بيقف جنب العيل الاب، فما فيش اب، فانا هقف انا ايه. ربنا يديني الصحة، لو اني والله مش قادرة اشيل، ظهري واجعني مش قادرة، بس يلا. وجبت لهم كيلو ونص بطاطا بس جوه في المطبخ، هاخدها وانا ماشية، عشان معاهم طفلين، معاهم جنة وعمار. اول مرة عبد الله يقول لي يا ماما صدقي جبت ب20 جنيه عيش، اول مرة من ساعة ما جوزتك يا عبد الله. لانه كان طبعا شغال ارزاقي. طبعا انتوا عارفين الارزاقية فلوس كل يوم، فدلوقتي هيقبض بالشهر.
فيا قلبي بقى ربنا معاه يا رب، ربنا يقف جنبه ويوفقه هو واللي زيه. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وكومنت حلو كده منكم، عشان الكومنتات بتاعتكم بتسعدني. ربنا يخليكم ليا يا رب. سلام عليكم يا حبايبي.